انا هاجر، عندي 20 عام، ساكنه في حي شعبي. كانوا مسمين عليا غير باربي في الدرب. كانت عندي واحد صاحبتي تعرفت على واحد الولد كيمشي للطاليان لاباس عليه. كان داير معاه باش يخطبها في الصيف، وكانت ديما كتهضر لي عليه، كتقول لي داك الولد كيموت عليا. وانا كنقول لها سعداتك. هي كان عندها حق في الزين، ولكن انا كنت احسن منها بزاف. وصل الصيف وجا الخطيب وداروا باش يتلاقاو. هي ما قدرتش تمشي عنده بوحدها وقالت لي يلاه معايا باش تخليني ماما نمشي نخرج. تلاقينا به والسيد ما حيدش عليا عينه، ما داهاش في صاحبتي، وحتى انا الصراحه ما حيدش عليا عيني. اش منك يا طوله واش منك يا جريده. صاحبتي شوفته ليا، ولكن ما عطاتش الامر اهميه. داز يومين كنت خارجه مسخره، حتى لقيته في الدرب ديالنا. هو يوقفني قال لي شوف يا بنت الناس، ما كاين ما نخبي عليك، انا كنت باغي صاحبتك وكنت ناوي مع الحلال وما باغيش نتفلى عليها، ولكن راه منين شفتك ما بقيتش قادر نحيدك من بالي. انا سكت، وبصراحه عجبني الحال. قلت ليه الصراحه حتى انا نهار شفتك ما حيدتيش ليا من بالي. قال لي شوف يا بنت الناس، انا الا تزوجت بصاحبتك غادي نعذبها. صافي بقات هضره كتجيب هضره، تبادلنا النوامر. صاحبتي ولات كتصيفط ليا شي ميساج ما كنجاوبهاش وهو بلوكاها. عشت معاه احسن ايام حياتي، عيشني بحال داكشي ديال الافلام. منك يا طوموبيلات، منك يا سيكان، منك يا حوايج. ما بقاتش طاحت لي في بالي كاع صاحبتي، ولا حسيت بالندم على داكشي اللي درت. واحد النهار قال لي يا هاجر، انا راه ناويك الحلال، هضري مع والديك وراه غادي نمشي نخطبك هاد الايامات. انا كنت غنطير بالفرحه، والخبار وصلات لصاحبتي وجات دقات عنا في الدار. انا ما قدرتش نواجه صاحبتي، ولكن ما كان عندي ما ندير. خرجت عندها، هي غير شافتني بدات كتغوت وكتعربط. قلت لي ما حشمتيش، انا كنت ثقه فيك ودرت اكثر من اختي، وانتي مشيتي درتي لي بخطيبي. بغيت غير نعرف كيفاش عطاتك خاطرك ديري هادشي. قلت لها انا ما عليا والو، هو اللي بغاني. وزيدون صافي راه ما فيش الخير ليك، كون كان مكتاب لك كاع ما يعطيه لي ربي. انا ربي عارف ظروفي خايبين، داكشي علاش عطاني داك ولد الناس يهزني من هاد الميزيريه. هي غا قلت لها هاد الهضره هزت ايديها حتى للسما وعطاتني بطرشه. قالت لي بغيت ربي ياخذ فيك الحق، وكما شويتي ليا قلبي غيجي نهار اللي غنشوفك كتشواي وغنتشفى فيك مزيان. قلت لها وان شاء الله تيجي داك النهار، يلا بسلامه وتقلعي عليا من حدا الباب. مشات ودموعها في عينيها. ما نكذبش عليكم، انا عارفه هادشي اللي درت خايب، ولكن راه ما كنتش قادره على ديك العيشه اللي عايشه فيها. ماما كانت كتخدم في الديور، وبا كان عساس عند واحد الناس. كنت مضطره انني نتزوج باش ما نخليش عائلتي يسوفريو. انا دابا باقا مع داك السيد وعندي منه 2 وليدات. هادشي اللي درت ما كيتغفرش، ولكن كنطلب السماحه من صاحبتي بزاف. ضميري عمره ما قدر يرتاح على داكشي اللي درت في صاحبتي.